يا مساء الفل. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهارده حاجة حلوة. ممكن تلاقيها متوفرة في كل بيت وبلفة جلاش واحدة، ولو عندك بقى لفة جلاش متقطعة ومتهربدة هنطلع منها الحلو العظمة ده. حاجة اقتصادية ومكوناتها في كل بيت، مش هنحتاج غير لفة الجلاش. وبصوا تعالوا نشوف طريقتنا ايه. انا بصوا ما قدرتش امسك نفسي من جمالها والله العظيم، قدام التصوير كلت القطعة كلها. يلا بس نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف طريقتنا ايه. اول حاجه كان معايا بقى من قبل رمضان كده، عايزه اقول لكم كان معايا لفه جلاش في الفريزر وما استخدمتهاش خالص، زي ما شفتم كده طالعه متهربده ومتقطعه. وبصوا حالتها حال. فهنعمل ايه؟ جبتها كده وحطيتها وهنقطعها بالمنظر ده، وهنعمل منها حاجه حلوه، هنعمل منها حاجه حلوه قوي بجد هتعجبكم جدا. قطعتها شرايح بالطول بالمنظر ده، ونفضل كده نفرطها. يعني ما تخليش كل مجموعه لازقه ببعضها، لا انا عايزه كل واحده شريطه شريطه مفرفره كده مع بعضها. هتجيبي بقى الصينيه بتاعتك، وبعد كده معايا كوبايه سمنه سايحه على زبده، يعني انا استخدمت سمنه على زبده. اول حاجه هندهن الصينيه بكميه وفيره حلوه كده، ومن غير بقى ما هنورق ورقه وورقه، وبصوا سهله وبسيطه. حطيت بقى هحط نص كميه الجلاش اللي معايا واوزعه كده في ارضيه الصينيه، بس المهم ان انت تكوني دهنه الارضيه بتاعه الصينيه كويس جدا. تمام. نبدا بقى بعد كده هروح رش عليها رشه من السمنه كده، رشه محترمه. خلاص كده تمام، يبقى معايا سمنه على زبده ونرش عليها رشه محترمه. اختياري بقى لو عايزه، انا ضفت في النص كده زبيب وجوز هند، بتبقى طعمها روعه جدا ودي الطعم تحفه. زبيب وجوز هند. بعد كده هنزل معايا بباقي كميه الجلاش. صعب الكلام ده؟ مش صعب خالص. في الوقت ده انا مشغله الفرن بتاعي على 220، على درجه حراره 220، عشان انا عايزه ادخلها على فرن ساخن. هوزع الكميه اللي باقيه معايا بالمنظر ده، وتوزعيها على الصينيه جدا، وما يكونش الزبيب باين عشان بس ما يتحرقش معاكي في الفرن. شايفين؟ لو وصلتي معايا حد هنا يا ريت تقولي لي بتتابعيني منين، وما تنسينيش في اللايك. بس كده. بعد كده هوزع بقى، وزعي باقي السمنه اللي معاكي كويس جدا. بصوا، يبقى انا استخدمت كوبايه سمنه على زبده، سيحتهم. وبعد كده هنحطها على الوش وتشربي الجناب كويس جدا. اهم حاجه الجناب تبقى متشربه كويس جدا. هيبقى معايا حوالي معلقتين سمنه، سيبيهم على جنب، هنشوف هنعمل بيهم ايه، هنحتاجهم. كده دلوقتي هدخلها الفرن لغايه ما تتحمر بس ايه معايا. تعالوا بقى نعمل التشريبه بتاعتنا القمر جدا التحفه جدا. معايا حوالي نص كيلو من اللبن، نص كيلو من الحليب، يعني بما يعادل كوبايتين ونص. ومعايا ظرف من الكريم كراميل. بديل ليه ممكن تستخدمي معلقتين كبار من الكاسترد، وممكن تستخدمي معلقتين كبار من النشا، بس الكريم كراميل بينقلها في حته تانية خالص. ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ظرف فانيليا، وكمان معلقه كبيره من الحليب البودر اختياري. بس انا كل ده بيدي طعم غني جدا للصينيه بتاعتنا. ومعلقتين السمنه اللي انا قلت لكم عليها هنحطهم معاها كمان برضو. بس خلوا بالكم هنا، انا اللبن بتاعي كنت يعني خارج من التلاجة ساقع جدا، فاول ما حطيت معلقتين السمنه اتجمدوا كده فيها، فيا ريت اللبن يبقى بدرجه حراره المطبخ. بعد كده هجهز معايا الشربات، وانا مجهزه كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه من الميه، عصره نص ليمونه، باكت من الفانيليا، معلقه كبيره من عسل الكلوكوز او عسل النحل. حطيتهم على النار، يا دوبك كده خدوا مع بعض من بعد الغليان 9 دقايق، وطفيت النار وسيبيهم بقى يبردوا على جنب. سيبيهم بقى اول ما تطلع الصينيه معايا سخنه، بصوا لسه ما اتحمرتش قوي، طلع معايا كده سخنه من الفرن، هنزل بالتشريبه بتاعت اللبن والكريم كراميل اللي معانا. تنزلي بيهم بقى كده ووزعيهم كلهم على وش الصينيه. بعد كده هدخلها الفرن تاني، هدخلها الفرن يا دوبك 10 دقايق وتاخد تحميره اخيره، يعني الوش يتحمر معايا سيكه كده كمان. شايفين؟ هنا اتشربت وكله تمام. خارجه معايا الصينيه سخنه تاني، هنبدا نديها العسل بتاعك كله. اوعي تقولي العسل كتير عليها، لا مش كتير خالص، انت هتلاقيها سكرها مظبوط ومعتدل جدا. عايزه اقول لك بقى سيبيها بس 10 دقايق وهتاكلي منها. بتتاكل كده وهي دافيه، وبتبقى تحفه جدا. مش عايزه اقول لك بقى الطراوه بتاعتها. مع يعني الناس اللي ما بتحبش الكريم كراميل يا جماعه، هي لا قوامها هيقلب مهلبيه ولا اكنها محشيه مهلبيه خالص. بالعكس انت هتلاقيها جوسي جدا كده، وبتتقطع معاكي بسهوله جدا. وتحفه يا بنات بجد، فظيعه فظيعه. وسهله جدا والله العظيم، ما خدت مني بجد نص ساعه في عمايلها. يعني بسيطه وسهله. ويلا بقى لو عندك لفه جلاش قديمه كده مركونه في الفريزر، قومي اعمليها حاجه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. السلام عليكم.